كنت مأجر اوضه جوه شقه بتاعت واحد صاحبي عرفته ايام الجامعه. الولد ده اصلا من قريه ومأجر الشقه دي عشان عايش فيها، بيشوف شغله وكان بيشوف دراسته اصلا ايام الجامعه وهكذا. لحد ما في يوم من الايام قمت مفزوع جوه الشقه من الحلم اللي انا شفته اللي هو عمال يتكرر. بصيت في الساعه يا جدع لقيتها كانت قبل الفجر بشويه. بديهي خرجت اروح الحمام عشان اطرطر، انت عارف الواحد ما بيصحى من النوم بيبقى فيه عواميد نور طويله كده وبتبقى عايزه تفضي، يعني التانك عايز يفضي. فخرجت من الاوضه يا جدع، هي الاوضه تخرج في وشي بعد شويه كده اوضه صديقي، ما بين الاوضتين في ممر، الممر ده فيه الحمام. فاول ما وصلت عند الممر كده وخلاص هدخل الحمام، اخدت بالي من حاجه غريبه، ان عند اوضه صديقي كان في زي دخان اسود كده عند عقب الباب عمال يترقص يمين وشمال، ولا بيدخل الاوضه ولا بيخرج منها، هو ثابت حوالين عقب الباب وعمال يتحرك بطريقه غريبه. مش هكذب عليك يا جدع، انا قلبي انقبض من المنظر، والطبيعي اللي انا لقيت نفسي بنده على صاحبي وانا واقف مكاني خايف اقرب، يا شوقي يا شوقي، وعمال انده عليه بس ما كانش في حد بيرد عليا. فبدات اقرب بالراحه ناحيه اوضه صاحبي شوقي، بس كنت كل ما اقرب الاقي الدخان بيدخل الاوضه، لحد ما وصلت عند باب الاوضه كان الدخان كله يعتبر دخل عند شوقي جوه. فخبطت خبطتين بالراحه كده بس مفيش حد بيرد عليا، فقمت فاتح باب الاوضه. اول ما فتحت كانت الدنيا ضلمه جدا جوه الاوضه، قمت مادد ايدي كده على الجنب اللي هو الزرار بتاع النور، وقمت فاتح نور الاوضه وجريت على شوقي على السرير بسرعه، وقمت ماسكه من هدومه، على الشوقي علاه قوم علاه قوم علاه، يخرب بيت امك في دخان شكله اتسرب.